قوم اقف يا اسطى، قوم اقف يا اسطى. انا واقف بقالي كتير. قوم اقف مكاني، قوم اقف مكاني لعمي وعمك وعم اي حد هيتفرج على الفيديو ده، وعم اي حد مش هيتفرج على الفيديو ده. للكبير، للتاريخي، للاسطوره ناصر منسي. الزمالك يفوز على سموحه 1-0. سموحه، الزمالك يفوز على اتلتيكو سموحه 1-0 وبياخد 3 نقط. لوز اللوز، 3 نقط يخلوا المزاج عن تبلي، 3 نقط يرجعوا تاني الوضع كما كان عليه. سيراميكا متصدر الدوري، الزمالك في المركز الثاني، بيراميدز في المركز الثالث، والاهلي في المركز الرابع. بيراميدز النهارده قدر يكسب انبي، الاهلي قدر يكسب الاسماعيلي، والزمالك قدر يكسب ماتش صعب قوي مع فرقه كلحه زي فرقه سموحه. النهارده سموحه لو بيدافعوا عن شرف الامه مش هيدافعوا كده. ده اللي قلت لك امبارح، هي دي طريقه سموحه وهو ده شكلهم على مدار الموسم مع الكابتن احمد عبد العزيز، ان هو بيلعب على التكتلات الدفاعيه وبعد كده بيلجأ للتحولات بقى، يلجأ لصامويل اماضي، يلجأ لخالد الغندور، يلجأ لحسام اشرف، يلجأ لعبده يحيى، يلجأ لبابا بادجي اللي كان غايب النهارده عن اللقاء. ولكن في النهايه مين اللي بيفك الاشتباك كالعاده؟ هو مفيش غيره، مفيش غيره اللي جمايله مغرقاني، ناصر منسي. النهارده لو جيت اتكلمت على الماتش كماتش، هو مش افضل ماتش للكابتن معتمد جمال، وممكن يكون من اسوأ الماتشات في الاداره الفنيه للكابتن معتمد جمال قبل بدايه اللقاء، لانه بادئ بتشكيل غلط. تقعد تتفرج على التشكيل تقول ليه ايشو؟ ليه ابدا بالسيد اسامه في نص الملعب وانا عندي محمد اسماعيل وعندي احمد ربيع؟ محمد اسماعيل انا متفاهم جدا ان انت عايز تريحه، نفسي اتفرج بقى على احمد ربيع. ليه ما ابداش ماتش زي ده بعبد الله السعيد، لعيب قادر على انه يقدم لي الدور اللي كان بيقدمه ادم كايد. ادم كايد النهارده الماتش اثبت ان ادم كايد بيعمل كتير قوي مع الزمالك في الفتره الاخيره. والحاجه اللي الواحد لازم يتكلم عليها بقى شويه، الثلاثي الهجومي اللي بدا اللقاء، ثلاثي الضحك، ثلاثي اضواء المدينه. الكابتن شيكو بنزا اللي احنا راميين طوبته من بدري وعارفين ان هو يفتقد كتير قوي من اساسيات الكوره وبنتمنى ان هو يمشي امبارح قبل النهارده. سيف الدين الجزيري بقاله كتير بعيد عن المشاركه، النهارده ما قدمش اي حاجه بناء على اللي انا مستنيه من مهاجم محترف زي سيف الدين الجزيري. ولكن صدمه عمري في لاعب زي خوان بزيرة. نفسي اعرف ماذا يفعل خوان بزيرة في الملعب. خوان بزيرة بقى مستفز جدا، لعيب بقى بيفتقد لكتير قوي من النشاط اللي كان عنده في بدايه الموسم. لعيب اول حاجه بيفكر فيها لما بيستلم كره الترقيصه والتشميسه والكوبري واللمسه الفنيه، ما بيلعبش عشان خاطر التيم، ما بيلعبش عشان خاطر اللعب الجماعي، كل الهجمات بتعطل عنده. فانت النهارده اتفرجت على اسوأ ثلاثي هجومي ممكن يبدا ماتش زي ده. كان المفروض انه تبدا بعدي الدباغ، تبدا بناصر منسي مع الثلاث لعيبه اللي جايين بقالهم فتره كبيره ما بيلعبوش مع الفرقه، لكن ان ابدا شكل هجومي معتمد على الثلاثه دول اللي خلانا الشوط الاول اللعيبه بتاعت نص الملعب السيد اسامه ومحمد السيد ومحمد شحاته بيحاولوا على قد ما يقدروا ان هم يوصلوا لهم كوره، منين ما بتوصل لهم خلاص كل سنه وانت طيب، اما بزيرة هيضيعها، يا اما الجزيري هيضيعها، يا اما شيكو بنزا زي اللي جاله انفراد في اول 10 دقائق في الماتش يخلص لك الماتش من بدايه الماتش ويخلي سموحه يفتح دفاعاته شويه. جاله انفراد ضيعه بشكل غريب جدا وبشكل عجيب جدا لانه لاعب دماغه مش فيه. ولكن لو جيت اتكلمت عن نقاط ايجابيه في التعامل بتاع الكابتن معتمد جمال مع المباراه، تتكلم بقى على الشوط الثاني وفكره التبديلات وفكره سحب لعيبه معينه من الملعب، وان انا انزل لعيبه عندها روح زي عدي الدباغ، زي ناصر منسي اللي نزل النهارده جاب لك 3 نقط مهمه جدا 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 جدا. كان هيبقى صعب جدا على الزمالك لو فقد نقاط النهارده او تعثر النهارده قدام سموحه. عدي الدباغ برضو عمل نشاط هجومي، عملوا حاجات الثلاثي اللي انا اتكلمتك عليهم في الاول اللي هم بزيرة وبنزا والجزيري ما كانوش قادرين ان هم يعملوها. فده بالنسبه للكابتن معتمد جمال. اما بالنسبه بقى للعيبه، فلعيبه كتير النهارده ظهرت بشكل ايجابي، ولكن برضو في علامات استفهام كده على بعض اللعيبه، ابرزهم الونش. انا عايز اقول لك ان الونش دفاعيا هو من نجوم اللقاء بناء على اللي حصل بعد ما الزمالك سجل هدف. الونش كان صلب جدا دفاعيا، ولكن في المقابل الونش عنده تحركات كده بيخرج بيها من خط الدفاع بتأدي الكوارث. ونش بيخرج وبيسيب مركزه بشكل غريب جدا، بيخلينا نوصل لمرحله ان انت حاطط ايدك على قلبك طول الهجمه وبتقول يا رب الهجمه تخلص. محمد ابراهيم النهارده على مستوى الباك اليمين عمل ماتش كويس قوي في الشوط الاول. كان غريب قوي بالنسبه لي ان الكابتن معتمد جمال لما فكر يخرج حد ما خرجش السيد اسامه ونزل مكانه محمد اسماعيل، لا ده خرج محمد ابراهيم ونزل محمد اسماعيل ولعب بالسيد اسامه باك يمين. السيد اسامه عمل ماتش دفاعي الى حد ما كويس قوي، ولكن ليه اخرج محمد ابراهيم؟ محمد ابراهيم كان عامل ماتش دفاعي يستحق عليه على انه يكمل اللقاء. اما الناحيه الثانيه بقى في فكره ان انا العب باحمد عبد الرحيم ايشو واريح الخضري اللي مهلك
كتير قوي الفتره الاخيره مع نادي الزمالك وما بداش بمحمود بنتاج لانه ما كانش جاهز، دي كانت فكره ممتازه من الكابتن معتمد جمال، وايشو عمل ماتش كويس قوي سواء على المستوى الدفاعي او على المستوى الهجومي. لو جيت تبص بقى على نص الملعب، السيد اسامه ومحمد شحاته ومحمد السيد عملوا ماتش متوسط، اقلهم على مستوى المردود كان محمد شحاته. محمد شحاته عنده مشكله كبيره قوي الموسم ده مع نادي الزمالك، تحس انه فقد كتير قوي من البدايات اللي كان بادئ بيها شحاته مستواه مع نادي الزمالك. وبعدين في نقطه غريبه كده موجوده في الفرقه، ودي اكيد تعليمات مدير فني. يا جماعه لما يبقى فرقه قدامي متكتله دفاعيا، انا ما عنديش ادنى مشكله ان انت الكره تجيلك على حدود ال 18 او بعيده شويه عن حدود ال 18 ان انا اشوط على الجول، بس لازم اللي بيشوط ده يكون بيعرف يشوط من مسافات بعيده. ما ينفعش ان انا اوصل لمرحله معينه من الهجمه والاقي كل لاعب يستلم كوره بره ال 18 لازم يشوطها، وبيشوطها فين بقى؟ بيشوطها في الشاشه، بيشوطها في المدرج، بيشوطها في السماء، بيصطاد عصافير. مفيش شوطه ايجابيه من بره ال 18. ودي بقى بتحصل من مين؟ بتحصل من حسام عبد المجيد، وبتحصل من محمد اسماعيل كتير، وحصلت النهارده اكتر من مره من محمد شحاته، لدرجه ان محمد شحاته وانا قاعد بتفرج على الماتش انا خلاص بقيت زهقان منه. مش لازم كل كوره تجيلي من حدود 18 عايز اشوط وانا عارف ومتاكد ان الشوطه دي مش هتروح بين الثلاث خشبات، يا اما هتخبط في مدافع يا اما هتبقى شوطه سهله على حارس المرمى. زي ما قلت لك السيد اسامه على مستوى نص الملعب او على مستوى لما اتنقل لناحيه الباك اليمين كان عامل ماتش كويس. محمد السيد النهارده كان عامل ماتش من المستوى الحماسي عالي قوي، وكان مميز جدا في نقل الكوره من المرحله الدفاعيه للمرحله الهجوميه. ولكن المرحله الهجوميه او الثلاثي الهجومي بتاعك ما ساعدش محمد السيد النهارده. ولكن محمد شحاته بالنسبه لي كان اقل لاعب في منظومه نص الملعب في نادي الزمالك. والثلاثي الهجومي زي ما قلت لك ثلاثي هجومي عجيب، ثلاثي هجومي مضحك. خوان بزيرة وصل لمرحله استفزازيه مش طبيعيه من فكره التعامل مع الكوره والتعامل مع الهجمات وفكره الاسترخاء وفكره ان هو بقى بيخاف على رجله. وفي نقطه بقى معلش انا اسف ودي اتكلمت عليها كتير، ما اتكلمتش عليها هنا طبعا لان انا جديد هنا، بس اتكلمت عليها كتير في منصات تانية. خوان بزيرة عنده أزمة نفسية. ده لاعب منين ما بيجيب فاول من على حدود 18 بيروح يحتفل مع الجمهور، ولما بيجيب جون بيعيط. فدي أنا مش فاهمها. يعني إيه لاعب منين ما جيب فاول من على حدود 18 روح للجمهور باما؟ يا عم العب بقى، يا عم العب وقدم لي كرة وبعد كده روح للجمهور وتنطط براحتك. اديك شفت بنتعامل ازاي مع ناصر منسي منين ما بيسجل، منين ما بيبقى ايجابي. لكن انا فكره الاونطه وفكره الشو وفكره ان انا اجري على الجمهور وباما وحماس واخبط على صدري، كل الكلام ده ما بياكلش عيش يا ابويا. انا مستني منك اكتر من كده. انت المفروض بدات الموسم قلنا ان ده هيبقى نجم الفريق، ده اللي هبني عليه المرحله الجايه. لكن ان لاعب يوصل لمرحله من السلبيه انه بيحتفل انه جاب فاول من حدود 18، يا راجل عيب بقى، يا راجل عيب بقى. لازم حد يتكلم معاه شويه في التصرفات الطفوليه دي. اما الانجولي شيكو بنزا ف يعني خلاص بقى الواحد تعب بقى، الواحد تعب من كتر ما هيتكلم. يعني من كتر ما اتكلمت على شيكو بنزا قبل كده ومن كتر ما هتكلم على شيكو بنزا لحد ما يمشي من نادي الزمالك. لا يا جماعه ده لعيب صعب قوي، ده لعيب صعب قوي، ده لعيب بيفتكس حاجات كده ارتجاليه منين ما بيستلم كوره، حاجات ما تليقش على الكوره المصريه، ما تليقش على لعيبه الكوره بشكل عام. يعني دي تليق ممكن على راقص باليه، تليق على راجل مثلا شغال طلبات، تليق على راجل مبايض مش مستحيل تكون دي شخصيه لعيب كوره. اما الجزيري فيعني انت فاهم، يعني الجزيري بقى لنا 3 سنين بنحاول نبيعه، وكل لما نيجي نبيعه ما نعرفش نسوقه، فخلاص صباح الفل. يعني انا اتكلمت على كل اللعيبه ونسيت اتكلم عن مهدي سليمان. مهدي سليمان النهارده هو واقف جول هو مطمني. يعني مهدي سليمان انا عارف ان هو مش افضل حارس في الدنيا، مش افضل موهبه حارس ممكن تكون ارتدت تيشيرت نادي الزمالك، ولكن حارس عنده الاساسيات، حارس ما بيفتكس، حارس بيطلع بالكرة كويس، حارس بيصد كل الكور السهله اللي بتيجي عليه، حارس بيلعب برجله الى حد ما كويس، وده ظهر في اكتر من لقطه النهارده. على الجنب الثاني بقى محمد صبحي منين ما بيلعب الواحد بيبقى حاطط ايده على قلبه ال 90 دقيقه. فانا بالنسبه لي مشاركه المهدي سليمان اهم مليون مره من مشاركه محمد صبحي طول ما محمد عواد مش موجود. انا بالنسبه لي الحارس الاساسي لنادي الزمالك هو محمد عواد وبديله المهدي، ومحمد صبحي ده حاول استفيد منه ماديا على قد ما اقدر، لانه مش على قدر انه يرتدي تيشيرت نادي الزمالك. اتفرجنا على المهدي وهو لابس تيشيرت الزمالك قد مسؤوليه انه يلعب في نادي بحجم نادي الزمالك، اتفرجنا على عواد نفس الكلام، اتفرجنا على محمود الشناوي الصغير في السن نفس الكلام. اي حارس مرمى لعب في نادي الزمالك هو على قدر انه يلبس تيشيرت نادي الزمالك الا محمد صبحي. محمد صبحي فعلا النهارده المهدي اثبت انه لازم هو اللي يلعب المرحله الجايه، وده اللي كنت قلته لما قلت لك تشكيله الفرقه امبارح، ان انا العب بالمهدي احسن مليون مره من ان انا العب بصبحي، لان صبحي الفتره الجايه دي مش طالباه خالص. الفتره الجايه دي الغلطه زي ما قلت لك ببطوله، فغلطه الحارس ب1000
ما بالك بقى في الفتره اللي الزمالك مدعوك فيها. انت بتتكلم النهارده انك خلصت ماتش سموحه وخدت ال3 نقط، بس انت لسه بتبتدي المدعكه. انت داخل بعد كده على ماتش كايزر، ماتش صعود وماتش حسم هتكمل في البطوله ولا لا. داخل بعد كده على ماتش سيراميكا اللي بالمناسبه اتنقل من استاد القاهره لاستاد هيئه قناه السويس، وبقى الساعه 5 بدل الساعه 2:30، وده كويس قوي عامه للزمالك. وده كويس قوي عامه للزمالك انه يلعب 3 ماتشات على التوالي على استاد هيئه قناه السويس، الاستاد اللي وش السعد على الزمالك. الزمالك السنه دي كسب تقريبا 5 ماتشات على استاد هيئه قناه السويس وتعادل ماتش المحله. فالزمالك بيعرف يلعب كوره على الملعب ده. ولكن زي ما بقول لك على فكره ضغط الماتشات، انت لازم تمشي الموضوع ستيب باي ستيب، ما تقعدش تقدر البلا قبل وقوعه. عدينا ماتش سموحه، هنخش على ماتش كايزر. 90 دقيقه من الدقيقه الاولى للدقيقه 90، العب راجل اكسب اصعد اول. نفس الكلام العب ماتش سيراميكا بعدها ب3 ايام، العب راجل اكسب اصعد للدور اللي بعديه، هتلاقي نفسك مكمل في كل البطولات. اما على مستوى بطوله الدوري فزي ما انت شايف، بيراميدز النهارده كان وارد يضيع نقط، الاهلي النهارده كان وارد انه يضيع نقط لولا ان هو بيلاعب فرقه مع كامل الاحترام. بقى الاسماعيلي لازم خلاص يهبط، الاسماعيلي ما عندوش اي حاجه يقدر يقدمها في بطوله الدوري. الاسماعيلي ده لازم ينزل درجه تانية مع كامل الاحترام لجمهور الاسماعيلي. وفكره ان جمهور يشوف فريقه بينزل درجه تانية، انا عارف انها قد ايه صعبه، ولكن الاسماعيلي لازم يبتدي من تحت. ما انا مش هقعد كل شويه الاسماعيلي بينافس على الهبوط وازود عدد فرق الدوري، انا كده هلعب الدوري 100 فرقه. لولا ضعف الاسماعيلي النهارده الاهلي كان وارد جدا يوقع نقط. الاهلي عنده مشاكل فنيه كتير قوي. الاهلي النهارده كان غايب عنه زيزو وتريزيجيه وامام عاشور، ولكن حتى الثلاثه دول وهم بيلعبوا الاهلي ما بيقدمش افضل كوره، فوارد يضيع نقط في الدوري. بيراميدز نفس الكلام، النهارده كسب بسبب ضربه جزاء وهميه حسبها الحكم في ماتش انبي، وانبي كان يستحق على الاقل ان هو ياخد نقطه من الماتش ده، ولكن بيراميدز كسب. بس لو هتيجي تتكلم بقى كمجمل، لا ده ممكن يوقع نقط وده ممكن يوقع نقط، يبقى الدوري في ايدك انت. لان انت الجوله الجايه بيراميدز هيلاعب سيراميكا، واحد فيهم هيوقع الثاني، فانت لازم الجوله الجايه تكسب ماتشك. الزمالك الجوله الجايه في بطوله الدوري غالبا عنده حرس الحدود، الماتش اللي هيتلعب بعد ماتش سيراميكا كليوباترا في كاس مصر. 3 نقط ما يقلوش اهميه عن ماتش كايزر تشيفز وما يقلوش اهميه عن ماتش سيراميكا كليوباترا، لان انت كل ماتش بتكسبه انت بتثبت انك موجود في المنافسه، انت بتكمل في المنافسه، انت مستني وقعه تانية لبيراميدز او الاهلي عشان تركب عليها اكتر. بطوله الدوري طول عمرها انت اللي بتخسرها لنفسك. الدوري مش صعب، انت بتلاعب فرق، انت مهما كانت مشاكلك ومهما كانت ظروفك ومهما كان المشاكل اللي موجوده في النادي، انت امكانياتك اعلى من فرق كتير في الدوري. فكل المطلوب منك اي مباراه في الدوري انك تنزل تلعب على انها ماتش كاس، ماتش 90 دقيقه انزل العب راجل، احاول احقق ال3 نقط. وطول ما انا عمال احقق 3 نقط في 3 نقط في 3 نقط، انا بصدر ضغط على المنافسين لان انا سابقهم. انا سابق بيراميدز بفرق الاهداف وسابق الاهلي بفرق نقطه، دي حلوه قوي. هستنى بقى سيراميكا يقع، منين ما سيراميكا يقع واركب مكانه خلاص بقى. خلاص ما ينفعش اوقع نقط في الدوري. هتخلص ماتشات الدور الاول، ما ينفعش توقع ماتشات في الدور الاول خالص، لان انت اول شهر مارس انت عندك ماتش بيراميدز، ماتش ب6 نقط. الماتش ده بالنسبه لي هو ماتش بطوله الدوري. الزمالك لو قدر يكسب بيراميدز في الماتش اللي هيتلعب يوم 1 مارس تقريبا، الزمالك حاجه من اتنين، يا هيحقق بطوله الدوري يبقى دوري اعجازي ودوري استثنائي زي دوري 2021، يا اما على الاقل الزمالك هيحقق المركز الثاني، وده اللي الجمهور عايزه، ان انا فرقتي السيزون الجاي تلعب دوري ابطال افريقيا. فماتشات الدوري هي ماتشات الكاس، هي ماتشات الكونفدراليه بعد ان شاء الله ما تصعد من المجموعه. ماتشات كؤوس ما ينفعش توقع فيها نقطه واحده، تفضل تكسب في ماتشاتك وتستنى بقى تعثر المنافسين اللي هم ما بيقدموش افضل كوره. يعني الاهلي سكواد اعلى وبيراميدز سكواد اعلى، ولكن في نفس الوقت فرقتين ما بيقدموش الكره الممتازه في الدوري، فرقتين اخفقوا كتير في الدوري ولسه هيقعوا تاني. ولكن الدوري في ايدك انت، عايز تكسب الدوري او عايز على الاقل تكون مركز تاني، حاول على قد ما تقدر تتعامل مع ماتشاتك بجديه زي ما حصل النهارده كان وارد جدا ان الزمالك يوقع نقط، بالرجوله وبالاصرار وبروح الفرقه اللي بقت موجوده واللي ضايفها الكابتن معتمد جمال، اللي ياخد كل التحيات على اللي هو عامله مع الزمالك في الفتره الصعبه دي، هو اللي خلى الزمالك النهارده يكسب سموحه. فالحمد لله على الفوز، الحمد لله على ال3 نقط، الحمد لله على عوده نادي الزمالك تاني للمركز الثاني. وان شاء الله ماتش سموحه ده تبقى بدايه لتعامل نادي الزمالك المثالي مع ماتشات شهر فبراير اللي هتكون ماتشات صعبه جدا. خلصنا من ماتش سموحه، نركز في الكونفدراليه في ماتش كايزر تشيف، الماتش اللي احنا محتاجين نكسبه عشان نصعد اول مجموعه ونكمل في بطوله الكونفدراليه، البطوله القاريه برضو اللي انت بتلعبها السنه دي اللي بالمناسبه مهمه. وتخلص ماتش كايزر تشيفز، تخش بعد كده تركز بقى على ماتش سيراميكا كليوباترا عشان تكمل في بطوله الكاس اللي هي بطوله محليه وبرضو بطوله مهمه. وزي ما انت شايف كده عمال اعرق واجيب ميه من كل حته، لان الواحد النهارده الماتش فرهضه، والماتش السيناريو بتاعه كان رخم وكان كلح، وكنا بنلعب مع
فرقه، ولا ايطاليا 2006، ولا اتلتيكو مدريد في عزها مع سيميوني. ولكن الحمد لله بفضل نصر المنسي وبفضل توفيق ربنا وبفضل الروح اللي موجوده في الفرقه وبفضل تغييرات الكابتن معتمد جمال، الزمالك بيفوز وبياخد 3 نقط مهمه. كامل التوفيق للزمالك في المرحله الجايه، ومبروك طبعا لكل اخواتي الزملكاويه على الفوز. وان شاء الله الفوز ده يبقى بدايه لنجاحات كتير في الموسم هتتحدد خلال الماتشات الجايه، الماتشات الصعبه اللي ان شاء الله الزمالك يكسبها كلها. ولو وصلت للنقطه دي حابب اشكرك جدا انك وصلت للنقطه دي من الفيديو ووصلت لنهايه الفيديو. ولو عجبك الفيديو ما تنساش انك تسيب لايك للفيديو وتسيب كومنت عامه زي ما عملت في الفيديو الاول. تسيب لي كومنت عامه عن رايك عن الفيديو، ايه اللي المفروض ان انا اعمله الفتره الجايه، ايه الافكار الجديده اللي ممكن اضيفها على المحتوى هنا على اليوتيوب عشان نطور من محتوانا ونخش الموضوع بسرعه. عايز اشكر كل الناس اللي سابت لي كومنتات ايجابيه على الفيديو اللي فات، الناس دي اللي معايا حرفيا في كل المنصات، الناس دي فعلا اللي مخلياني اكمل في السوشيال ميديا بشكل عام. شكرا لكم جدا وبحبكم جدا، ونلتقي على خيرة الله في فيديوهات جايه.